من وراء أسطول الصمود؟ من يدعم أسطول الصمود؟ من يحرك أسطول الصمود؟ أسطول الصمود تدعمه الجزائر. أسطول الصمود تدعمه جنرالات الجزائر. أسطول الصمود تدعمه البوليزاريو. هاد الشي لاش بغا يوصلو، وهاد الخلاصة لاش بغا يوصلو. شكون هما؟ الموساد والكيان الإخرائيلي. بعد ما شافو أسطول الصمود داير خدمة نقية ويسلط الضوء على أعد قضية إنسانية اللي هي القضية ديال إخواننا في أرض العزة اللي ما عندهم ما ياكلوا، ما عندهم ما يشربوا، ما عندهم دواء، ما عندهم غطاء، خصهم يلقاو الحل. هادشي مرضهم في راسهم، هادشي ما خصوش يبقى. العالم كامل كيتفرج ويشاهد وينتظر اللحظة التي سيبحر فيها أسطول الصمود. ملي كيركبوا المناضلين في الأسطول والعالم كيراقب فين وصلوا، واش وصلوا ولا باقي، واش تعرضوا لهم ولا باقي. هادشي خلى الموساد وخلى الكيان بلا نعاس. يعني خصو يلقى حل. الحل هو الاختراق من الداخل. اشنو غادي يديروا؟ اول حاجه المغاربه بما انهم مناضلين وكيشاركوا في اسطول الصمود، اجي نكرهوا المغاربه في اسطول الصمود، اجي نكرهوا المغاربه في النضال من اجل الاخوان ديالهم في ارض العزه، ونمشوا لهم للقضيه الحساسه ديالهم اللي هي الصحراء المغربيه، باش المغاربه والمناضلين المغاربه ما بقاش يحملوا شي حاجه سميتها اسطول الصمود العالمي او الابحار فيه. وملي نحيدوا المغاربه ندوزوا للجزائريين ونجبدوا لهم قضيه القبائل، ونجبدوا لهم المشاكل الداخليه، باش الجزائريين تاهما يكرهوا شي حاجه سميتها اسطول الصمود والابحار فيه. ملي نساليو من الجزائر ندوزو لتركيا ونجبدوا لهم قضيه جزيره قبرص، باش تاهما ما بقاش يحملوا شي حاجه سميتها اسطول الصمود والابحار فيه. وهكذا ينتهي شيء اسمه أسطول الصمود، وتنتهي معه فكرة إنقاذ إخواننا في أرض العزة مما هم فيه. هذه هي الخطط ديالهم، وهذه هي المكر والخداع ديالهم. هادشي معروفين به عبر التاريخ. قراو القرآن غتلقاهم كيسبوا الله وكيسبوا الأنبياء، يعني هادشي غادي يجيهم ساهل. بزاف ديال المغاربه دابا تلقاهم تيقولوا واه شوف هادشي وراءه الجزائر، بما انهم جبدوا لنا الصحراء، يعني الجزائر مخبئه في وسط الصمود وكذا. الغرض ديالهم هما ماشي الصحراء المغربيه ولا الجزائر، ولا الغرض ديالهم هو اسطول الصمود ما يبقاش. ولقاو هذه هي الخطه المناسبه، وللاسف ربما نجحوا فيها. لذلك المسؤولين على اسطول الصمود نتمنوا يتداركوا الامر ويعيقوا بالقلب قبل فوات الأوان، وقبل أن ينتهي أسطول الصمود ولا يبقى له ذكر. والسلام عليكم ورحمة الله.